السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا كويسين وبخير وبأحسن صحة وبأحسن حال. ربنا يجعل ايامكم كلها خير وسعادة وفرح دايما يا رب. وحشتوني جدا جدا يا حبايب قلبي من الفيديو اللي فات. ربنا يخليكم ليا يا رب، وشكرا على دعواتكم الجميلة وما تحرمش منكم، وربنا يجازيكم بالمثل. اللهم امين يا رب العالمين. النهاردة ان شاء الله احنا مع بعض هنعمل سلسلة دورين. السلسلة بتاعتنا النهاردة حلوة جدا وغير مكلفة، زي ما انتم متعودتوا دايما من افكاري كالعادة ان انا ما بعملش الافكار المكلفة. مش معنى كده ان انا ما بعرفش اعمل الافكار التانية، لا، انا بعرف اعمل اي فكرة تيجي في دماغك. يعني انا حتى لما بنزل المحلات بقول لهم اي موديل يخطر على بالكم ابعتوهولي على الواتس وانا اعمله لكم على طول. الموديلات دي هي اللي بتبقى يعني متداولة اكتر عشان سعرها حنين، فبتبقى في بيعها اسهل، مش تقيلة زي الكليات والحاجات اللي هي بتبقى مكلفة. اعذروني على صوتي، شكلي داخلة كده على دور برد معرفش ولا ايه، يعني دعولي ربنا يشفيني ويسترها. بجد اعذروني يعني لو صوتي مغير او حاجة. في البداية هنسمي الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ايه هي الخامات بتاعتنا؟ احنا النهاردة هنشتغل بالثلاث زراديات بتاعتنا، الزرادية المكيرف والمبططة والمبرومة، تمام، والقصافة بتاعتنا عشان لو في، طبعا انا قصة السلاسل عشان وقت الفيديو بس، يعني لو في حاجة في المسامير او حاجة هقصها بيها. طبعا انت هتحتاجيها في شغلك عشان السلاسل وكده. في بقى برضك في حاجه في البدايه عايزه اقول لكم عليها. انا سالت في الموديل اللي فات السلسله اللي انت جايباها، بس انا قلت يعني اوريها لكم في الفيديو احسن. قالوا لي الحلقات ديت هي انت بتشتريها جاهزه ولا هي سلسله؟ لا، هي بتبقى السلسله كده بالمتر. المتر بيبدا كان من 15 جنيه، يعني ممكن دلوقتي بقى ب20، مش عارفه. فيها مقاسات مختلفه، يعني في حلقات دي اكبر شويه وفي اكبر اكتر. انا ده الحجم اللي هو يعني يعتبر مش صغير قوي، يعني فوق الصغير. انا بفككها وبعمل بيها الشغل بتاعي. ما هو انت لازم توظفي كل خامة قدامك في ايه في شغلك. يعني انا مثلا ما كانش عندي، اللي عندي ده ما كانش يعمل نص متر، وانا عايزه اعمل الموديل اكتب بدل ما انا مش هرمي دي مثلا ومش هروح اعمل موديلات بالنص متر، مش هتكفيني مثلا، مش هتعمل لي حاجه. فانا لا، قلت استغلها واعمل بيها اكتر من قطعه بالفكره بالافكار اللي انا بعملها دي. اهي دي السلسله اللي احنا عملناها. معلش انا بس لو طولت عليكم عشان افهمكم ليه. النهارده بردك هنشتغل بالسلسله دي اهي، بردك هنفككها وهنشتغل بيها، بس انا مفككاها قبل الفيديو، تمام. هنحتاج بقى بردك قطع من السلسله دي. السلسله العريضه دي اسمها السلسله المبرومه، عشان بردك سالت عليها كذا مره، اسمها السلسله المبرومه. البكره بتاعتها تقريبا كانت عامله 300 او 350، 100 متر. هنحتاج من الطول دوت 37 سنتي، هنحتاج 37 سنتي منها. وهحتاج قطعة منها زي سلسلة تطويل حوالي مثلا 7 أو 8 سنتي. أنا مطولة سلسلة التطويل عشان الموديل بتاعي قصير شوية النهاردة، فعشان لو حد عايز يطوله وهو لابسه. وقطعة تاني كده عاملة 18 سنتي، دي برضك من السلسلة المبرومة. قطعة من السلسلة البلدي، دي السلسلة البلدي العادية بتاعتنا وكلنا عارفينها، طولها 14 سنتي ونص. البلدي النيكل طولها 14 سنتي ونص، تمام. هحتاج بقى من السلسلة دي، انا مفككة كده 3 حلقات، محتاجة منها كام قطعة؟ 3 قطع. 3 قطع اهو، كل واحدة 3 حلقات. هحتاج قطع كده شكل تاني. طبعا لو ما عندكيش ممكن تعملي من نفس الموديل، بس يعني لو عندك حاجة كده تاني دي هتبقى حلوة قوي. هنحتاج قطعة معدن كده، يعني ده الشكل مثلا اللي هي الوردة دي. طبعا لو انت ما عندكيش اي شكل معدن، قطعة معدن زي كده يعني مش فارق، يعني مش لازم يكون نفس الستايل. وقطعة زي دي برضك لو ما عندكيش شكل النبض ده وعندك حاجة بفتحتين كده، تمام، هتشتغل معاكي. وهنحتاج قفل. هنحتاج مسامير من اللي هي بتشيل خرزة واحدة 8 سنتي، مسامير مفتوحة كده، تمام. ومسمار واحد بس أطول شوية، مسمار واحد أطول شوية بردك مفتوح كده من فوق اهو. وهنحتاج خرز الفيروز كده، ده خرز فيروز بيبقى بردك بالفرع. وهحتاج واحدة بس كده، دي بردك فيروز بس المقاس اللي هو اللي ده 8، ودوت اللي هو ال 12
وهنحتاج زرد مقاس 6. طبعا الزرد الموجود كله المحمل في السوق لقيته مفتح، انا ما بحبوش عشان بيقعد يدخل في بعضه ويزهقني، بس الصراحه هو بيبقى محمل وتقيل. هنبدا بقى بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدا نعمل الموديل بتاعنا. اول حاجه هنعملها هنجيب المسامير بتاعتنا دي كده. طبعا احنا بنقول دايما لازم نتاكد من الناحيه دي انها مقفوله حلو، بان احنا بنعملها كده بنتاكد انها مقفوله مش مفتوحه عشان الشغل ما يخرجش. وندخل الخرزة بتاعتنا كده. الطول بتاعنا طويل شوية فهنقصه كده، وهنسيب على قد اللي احنا هنتنيه، وهنقص الزيادة مثلا تبقى حوالي 3 مللي او حاجة. تمام، عشان انا مش عايزة المسمار يبقى طويل اوي. ونلف كده المسمار في الزرادية اهو كده ونقفله اهو بالمنظر بتاعنا ده كده. تمام، نعمل واحد تاني برضك عشان حبايبي اللي هم ما يعرفوش ازاي يعملوا المسامير اهو. معانا ناس برضك يا حبايبي، انا عارفه ان انتوا بقيتوا شاطرين واشطر مني والله، بس في حبايبنا بيبقوا جداد ولسه ما عندهمش فكره. هنتني المسمار كده، انا قصيت طبعا الحته الزياده ورحت عامله الزراديه كده بلف بايدي كده. تمام اهو. تمام، لازم يبقى عامل كده بالمنظر ده كده معاكي من الجنب مقفول مفيش فتحة فيه. تمام، هنعمل ايه؟ هنعمل كام واحدة؟ احنا محتاجين 5 خرزات. انا طبعا عاملاهم قبل الفيديو عشان برضك وقت الفيديو، عاملة 5 خرزات. هنبدأ بقى نعمل ايه؟ هنسيب دلوقتي اللي هي الكبيرة دي دلوقتي. هنجيب الزرد بتاعنا كده، وهجيب الخرز بتاعي اللي هو الفيروز ده كده اهو، واجيب السلسلة بتاعتي وهدخل الزردة فيها كده. معلش ماسكة الزرادية اهو، ونقفل الزرد بتاعنا. تمام اهو. هو المفتوح ده الزرد المفتح ده بيفرق في حاجة، ان انت بتحطي الشغل على طول وتشتغلي، بس انا مش بحبه عشان بيبقى داخل كله في بعضه وما بتيجي تشتغلي بيزهقني على ما بفككه من بعض. هناخد زردة في الخرزة من الناحية التانية كده في الطرف التاني في المسمار، وندخل السلسلة التانية كده ونقفل الزردة. بصوا هتبقى كده. تمام، هنجيب الزردة بردك بتاعتنا اللي بعدها وهندخلها في الطرف التاني في السلسلة، اي طرف، الطرف ده او الطرف ده اي حاجة فيهم الاتنين شغالين. وهجيب الخرزة بتاعتي التانية وهدخلها فيها كده، دخلها في المسمار واقفل الزردة اهي. بصوا تمام، هجيب الناحية التانية بردك كده اهو، وهروح مدخلة كده. هسيب الخرزة دي تحت كده دلوقتي. هاجي الناحية التانية الطرف التاني وهجيب بردك خرزة بمسمار، وهدخل كده الزردة في المسمار وهقفل كده. تمام كده بقيت عندكم بالمنظر ده كده. هجيب بردك زردة تانية اهو، وهندخلها بردك في المسمار كده، وهجيب السلسلة الطرف التاني في السلسلة اهو، وهدخلها فيها كده. بصوا بقت بالمنظر بتاعنا ده كده، من ناحية دي نهايتها كده سلسلة، ومن ناحية دي نهايتها كده خرزة. هنعمل ايه بقى؟ هجيب زردة وهاجي في الخرزة اللي هي تحت دي كده اهو، هدخل فيها وهروح جايبة قطعة السلسلة اني اللي طولها 18 سنتي، اللي طولها 18 سنتي، وهدخل الخرزة فيها. تمام، تبقى بالمنظر بتاعنا ده كده. تمام، شايفينها ازاي؟ هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ اجيب زردة تاني وهاجي في الطرف اللي هو فيه السلسلة الناحية التانية كده اهو، يعني الناحية دي احنا مدخلين سلسلة، وهاجي في الطرف التاني ده كده اهو، وهروح جايبة السلسلة الرفيعة بتاعتي دي كده وهدخلها فيها كده. تمام كده، وهنقفل الزردة بتاعتنا. طبعا انت بصي بقت السلسلة ماشية معاكي ازاي، الناحية دي شبكة
على طول في السلسلة، سلسلة رفيعة، في السلسلة العريضة دي شابك سلسلة رفيعة، والناحية دي في اخر خرزة شابك السلسلة دي. بقت بالمنظر بتاعنا ده كده. لا طبعا هو احنا كده ده مش الشغل، اصبروا عليا. هنجيب زردة تاني وهنركبها كده بردك في الناحية التانية في السلسلة المبرومة، وهاجي في السلسلة الرفيعة دي وهشبكهم في بعض. هاجي في السلسلة الرفيعة وهشبكهم في بعض كده. تمام كده اهي. بصوا زي ما انتوا شايفين كده. تمام. هنعمل ايه بقى؟ هاجي للجزء اللي بعديه، هجيب الخرزة بتاعتي كده وهجيب الزردة. تمام. وهدخل الزردة في المسمار ده كده اهو الناحية دي، وهجيب اللعبة بتاعتي اللي انا قلت عليها اللي هي شبه النبض دي كده، اللي هي النبض بتاعتي كده، وهدخلها فيه. خلاص. لازم الزردة بتاعتك تبقى مقفولة حلو كده. تمام كده. هاجي الناحية التانية بردك وهجيب زردة كده وهدخلها في الطرف التاني في الجنب التاني كده، وهجيب الخرزة التانية الفيروز الصغيرة وهدخلها فيها كده. خلاص بقت عندي كده من هنا ومن هنا بخرز. هجيب بردك هعمل ايه بقى دلوقتي؟ بصوا هجيب بصوا الخرزة بتاعتي اهي، هروح فاتحة المسمار بتاعي سنة كده، هفتح المسمار بتاعي سنة كده، وهروح جايبة السلسلة اللي انا قلت طولها كام، قلنا في اول الفيديو طولها 37 سنتي، وهدخلها في المسمار ده كده. خلاص. وهقفل المسمار بتاعي كده. بقيت كده. هاجي الناحية التانية وهفتح المسمار بتاعي، وانا هقول لكم الاطوال اللي انا عملتها دي ليه دلوقتي واحنا شغالين. هاجي الناحية التانية كده وهدخلها برضك وهقفل المسمار بتاعي. خلاص بقت بالمنظر ده كده. على فكرة ممكن تبقى سلسلة قصيرة دي تحفة وتتباع كده بس من غير شغل تاني. يعني انا ممكن تعملوا الجزء اللي انا عاملاه ده سلسلة والجزء ده سلسلة، يعني حسب لو انتوا حابين. لو حابين تعملوا الفكرة دي ممكن تعملوا كل واحدة لوحديها بقفل وزردة وتبيعوا الاتنين مع بعض، وتبقوا كأن الاتنين مع بعض، بس في نفس الوقت لو حد حابب يلبسهم كل واحدة لوحدها يلبسها، حابب يلبس الاتنين على بعض يلبسها، بس انا هعملهم مع بعض. بصوا بقى لسه الشغل بتاعنا مخلص. هجيب بقى كده السلسلة بتاعتي كده اهي من الناحية دي كده ومن الناحية دي كده، وهقسمها نصين، وهاجي بالزرادية بتاعتي كده وهروح قصة الشغل بتاعي من النص اهو. قصيناه من النص. ليه بنقصه؟ عشان طبعا في ناحية هنركب بالقفل والناحية التانية هنركب سلسلة التطويل. طيب هنيجي بردك في السلسلة بتاعتي التانية كده وهجيب الخرزة بتاعتي دي كده، انا عايزاها تبقى تحت. الخرزة بتاعتي دي كده هتبقى كده، وهاجي في السلسلة الرفيعة كده، انا قاسمة السلسلة الرفيعة اهي، السلسلة الرفيعة هي اللي مقسومة 2 زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. وهاجي كده في النص كده اهو ماسكاها، انا متأكدة عشان ما فيش واحدة فيهم تطول عن واحدة، واقص بالزرادية بتاعتي كده. مش عايزة واحدة تطول عن واحدة عشان انا عايزة الطول بتاعي يبقى مظبوط. هنعمل ايه بقى؟ طبعا انا لسه في شغل في السلسلة. الاول بس هنركب سلسلة التطويل والقفل. هاجي كده في السلسلة دي كده اهو، هدخل الزردة بتاعتي، وهجيب السلسلة التانية كده وهدخل بردك الزردة بتاعتي فيها كده، وهجيب سلسلة التطويل وهروح مدخليها واقفل. طيب هنيجي بردك الطرف التاني. طبعا وانتي بتشتغلي لازم تبقي ظابطه الشغل بتاعك كده، بحيث ان انتي ما تاخديش واحده قبل واحده عشان ما تلخفنيش شغلك. خلاص. هجيب بقى الزردة بتاعتي بردك كده، وهجيب السلسلة الرفيعة هدخل فيها كده، وهجيب الطرف التاني للسلسلة اللي هي المبرومة بتاعتي وهدخلها كده، واجيب القفل بتاعي وهعمل كده وهقفل الزردة. تمام كده. بقوا السلسلتين اهم شابكين في بعض حتة واحدة،
دورين اهو كده زي ما احنا شايفين. لسه برضك في شغل، عشان برضك لو انت بالله عليكي وصلتي للفيديو معايا لحد هنا، امانة ما تنسيش اللايك للفيديو. هجيب الزردة بتاعتي كده. الاطوال بتاعتي بقى انا هقول لكم ليه. هجيب الاول الزردة بتاعتي وهاجي هنا كده، انا الشبكة دي هنا في دي بزردة، لا هجيب زردة تاني وهدخلها في الزردة دي، وهروح عاملة ايه، جايبة السلسلة بتاعتي اللي انا قلت القطعتين دول اللي هم شكلهم مختلف. الفكرة بتاعت موديلاتي دي ايه؟ الفكرة بتاعت الموديلات اللي انا بعملها دي ان انت تقدري تعملي موديل من بواقي سلاسل العريضة بدل ما ترميها، تقدري تستغليها في الموديلات دي. عملت موديل شيك ببواقي سلاسل، انتوا فاهمين قصدي؟ دي فكرتي من الموديلات اللي انا بعملها لكم. انا اولا بعملها توفير، تاني حاجة انت بتعملي موديل شكله شيك وما بترميش اي قطعة من الخامة اللي عندك. فهمتوا قصدي ايه؟ عرفتوا الغرض بتاعنا برضك من الموديلات اللي احنا بنعملها؟ اولا موديلات ترند، في نفس الوقت شيك غير مكلف. هجيب الخرزة الكبيرة بتاعتي كده وهدخل فيها المسمار. بصوا فرق المسمار الطول قد ايه، بس انا للاسف ما عنديش مسمار يشيلها كده، فانا هاجي هنا كده وهقص وهسيب على قد الجزء اللي انا هتنيه. تمام. الواحد بس بتلخبط في الزراديات. هتني كده المسمار وهروح لفة المسمار بتاعي كده. الحبايب بس اللي ما يعرفوش الزرادية دي واخدة مقاسات ليه. لو انت حابة الحلقة بتاعتك تبقى رفيعة قوي هتخليها في الجزء ده، حباها ارفع يعني اكبر سنة في الجزء ده، حباها عريضة زي حلقات الزرد يعني انا ممكن من الجزء ده اعمل لك زردة. انتوا فاهمين؟ بالمسامير ممكن اعمل زردة. قفلت المسمار بتاعي كده، هجيب الزردة بتاعتي وهدخلها فيها كده اهو. بصوا بقى احنا ليه عاملين الاطوال، بصوا بقى ركزوا معايا في الحتة دي عشان انا هقول لكم الاطوال ليه. انا عاملة الدور الاولاني 50 سنتي والدور التاني 40 سنتي، فانا الدور دوت الصغير 40 سنتي قصيت السلسلة 37 لان الخرستين دول بالقطعة دي هيدوكي حوالي مثلا 4 سنتي 3 سنتي. فاهمين قصدي؟ هيبقوا حوالي 4 سنتي او 5 سنتي، فهي اديتك حوالي مثلا ايه 41 سنتي 42 سنتي، مش هيفرق السنتي الزيادة او حاجة، بس اديتك. عشان كده انا عملت دي 37 بحيث تبقى هي مريحة ودي تبقى ظاهرة كده قدام في اللبس تبقى شكلها حلو. في نفس الوقت زي ما بقول لكم لما هتبقى 41 سنتي او 42 سنتي، لكن انا مش عايزه اقص السلسله دي طويله. لو انا قصيت السلسله دي مثلا 40 سنتي وجيت عملت الجزء ده هتبقى حاجه و40. انا مش عايزه كده، انا مش عايزاها حاجه و40 يعني، عايزاها كبيره 41 42، مش عايزاها مثلا توصل ل 45 سنتي. فاهمين ليه انا عملتها كده؟ التانية برضه 50 سنتي، فهي بالشغل اللي احنا عملناه ده هتبقى حوالي 50 سنتي. حطيت الخرزة بتاعتي الناحية دي اهي بزردة، والخرزة الناحية دي كده هنحط اللعبة بتاعتنا اهو. تمام كده. شوف بقى الموديل بتاعنا بعد ما خلص يبقى شكله تحفة 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 بجد في اللبس. شكله شيك جدا جدا فوق ما يعني، فعلا بجد تحفة. وزي ما بقول لكم القطعة دي تنفع سلسلة والقطعة دي تنفع لوحدها سلسلة، لو عايزين تعملوهم مع بعض وتركبوا لكل واحدة منها زردة وقفل لوحدها وتبيعوهم مع بعض. عايزين تبيعوا كل قطعة لوحدها بتاعتكم براحتكم، عايزين تعملوها زي على بعض كده بتاعتكم براحتكم، يعني هي تعتبر فكرتين في واحد. اتمنى ان الفيديو بتاعنا النهاردة يكون عجبكم، وما تنسوناش بالدعوة الحلوة وكلامكم الجميل واللايك الجميل بتاعكم، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة ما تنسوش الاشتراك. ودلوقتي اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.